السلام عليكم ورحمة الله. عاملين ايه يا حبايبي؟ النهاردة ان شاء الله هنعمل شوية ملوخية بالجمبري. مش لازم تكلفي نفسك بقى وتجيبي الجمبري الجامبو والوسط والحاجات دي، لا 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 خالص. ده حبة جمبري صغننين اهمت باقيين عندي من امبارح اهم زي ما انتوا شايفين كده. ده كنت جايبه امبارح نص كيلو، كنت عامله سمك، كنت جايبه جنبهم شويه جمبري كده. نص كيلو ب25 جنيه، يعني كيلو ب50 جنيه. ماشي. وكان في على فكرة كان في كبير كمان كلنا منه اهو. الصوت بقى شوية هما قلنا نعملهم عليهم ايه شوية ملوخية. هنعمل ايه دلوقتي؟ دول لسه مطلعاهم من التلاجة حالا. هنصفيهم، هنجيب مصفى نصفيهم، ناخد الشوربة. مش عايزين بقى الطماطم والبصل والحاجات دي، هما خلاص كانوا نزلوا النكهة بتاعتهم، والفلفل والحاجات دي. هناخد بقى الشوربة ديت نصفيها، وناخد حبة الجمبري الصغننين دول نقشرهم بردك ونحطوهم في الشوربة، ونعملوا ايه ان شاء الله احلى ملوخية. ما تمشوش بقى لسه ان شاء الله. هوريكم الايه، هوريكم الملوخية اللي انا مفرزاها، عشان تبقوا بردك تفرزوا تلحقوا الملوخية اليومين دول ببلاش يا جماعة والله. مش ببلاش يعني ببلاش قوي يعني يعني رخيصة خالص. هي ارخص حاجة في السوق، كل حاجة غالية نار، حتى الطماطم كمان غليت. هي الملوخية الحاجة الوحيدة اللي رخيصة. ماشي. هنجيبها بقى ونوريها لكم ان شاء الله. وعايزه اقول لكم برضك الشوربه بتاعت الجمبري دي عشان تطلع معاكم حلوه كده ومركزه تعملوها ازاي يا جماعه. الشوربه بعد ما صفيتها وادي البصل والطماطم والفلفل وشويه الجمبري زي ما قلت لكم، هقشرهم وارجعهم تاني في الشوربه. وعشان تعملي احلى شوربه بالمنظر ده كده بتبقى مركزه معاكي، بتدي للجمبري تشويحه الاول مع البصله مع نقطه زيت كده صغيره، تديله تشويحه. ماشي. بعد كده تنزلي اول حاجه البصله تشوحيها تشويحه، مش تحمريها، تشويحه بسيطه خالص كده اهو ثواني. تنزلي بالجمبري، تنزلي برشه فلفل اسمر تشوحي، تنزلي بطماطمايه مبشوره او مكعبات زي ما انت عايزه، تنزلي بقرن فلفل بردك اختياري، الملح والفلفل وحبه كمون صغيره وحبه كزبره ناشفه، بس كتري الفلفل اكتر منهم شويه. ماشي. يعني هو الجمبري ايه بيحب الفلفل اكتر من ايه، اكتر من الكمون كمان، مش زي السمك. ماشي. اهو تطلع لكم شوربه جميله مركزه بالشكل دوت كده اهوت. واستنوني بقى ايه لما اجيب لكم الملوخيه. دلوقتي يا حبايبي انا قشرت الجمبري اهوت وحطيته في الايه، حطيته زي ما انتم شايفين كده في الشوربه. الشوربه بقى عايزه ازودها شويه، اعمل ايه؟ هاخد حبه القشر دولت اللي فيهم الخلاصه دولت، واعمل ايه؟ زودتهم شويه ميه، وهعمل كده بالمعلقه عشان ايه؟ ينزلوا البهاريس اللي فيهم. البصل والطماطم اهو بردك القشر اهوت. بدل ما ازود ميه من الحنفيه وطعمها يخف معايا، لا ازودها بقى بالميه دي كده اهوت. لازم ايه ما نسيبوش ولا ايه ولا فرفوته من الجمبري. ماشي. عايزه اقول لكم اللهم صل على النبي، انا كنت عاملاها الاسبوع اللي فات بس ما صورتهوش. بصراحه عجبتنا وعجبت الولاد جامد خالص. هو مش انا عيل واحد بس اللي عندي اللي بياكلها، عشان بس ايه ما بقاش كدابه. وما جروش فيها قوي بردك الملوخيه، بس لما قال لي بلاش افتكاسات لما عملتها قال لي ايه مفيش تاني؟ بصراحه كنت عامله حبه صغيرين، قلت له لا مفيش، مش الا حبه الايه لابوك. بصوا بقى المره دي ان شاء الله عايزه ازودها شويه، عشان ايه بردك عايزه ايه ادوق الحبايب منها جارتي وكده، عايزه ادوقها حبه، فقلت ازودها شويه ميه بردك اهمت. عايزه اقول لكم هتعجبكم قوي قوي قوي. الاكله هي مش مكلفها 20 جنيه، يعني نص كيلو جمبري ب25، ده اقل من نص كيلو، ده حوالي ربع كيلو يعني. ماشي. ما تكونش اي حاجه اللي عايزه تعمل اكله نفسها فيها، يعني تحاول بقدر الامكان تدبق حالها وامورها. دي يا جماعه الملوخيه المجمده اهيت، الطريقه دي جميله خالص اهيت. هتجيبيها كده اهوت، هي ورق، هتجيبيها عشان تسهلي عليكي الايه التخريط، ما تعملهاش في الكبه اهي. بس عشان انا ماسكه بس التليفون مش عارفه مش مالكه ان انا ايه اكسرها كويس. بصي اهي، بصي بتتكسر معاكي كده اهوت اهو، على قد ما تقدري تكسريها. وتكملي بقى بقيه التخريط بتاعها بالمخرطه، ما تحطهاش في الكبه. الكبه بتخليها زفلطه قوي، فيها عرق كبير قوي، ما حبيتهاش بصراحه من الكبه. ماشي. هي مش هتاخد معاكي بردك مجهود في بالمخرطه ولا حاجه، لان زي ما قلت لك هتكسريها. ماشي. والشوربه على النار. متنسوش بقى اللايك والايه والاشتراك في القناه مش مشتركين. وهوريها لكم بردك بعد ما نخلص خالص. الملوخيه دي انا كنت مفرزاها قبل كده، لو عايزين تشوفوها هتلاقيها في الفيديوهات القديمه. هي ما فيهاش يعني مش شغلانه ولا حاجه، هي ورق العنب. ماشي. عايزه اقول لكم الجمبري اعملوه بالجمبري دوت، ما تجيبوش الجمبري المتقشر المتلج ده. انا مره عملتها قبل كده، مره من زمان عملتها بيه وكانش لها اي طعم، ولا طعم الجمبري ولا طعم اي حاجه. فيعملوها زي ما قلت لكم كده بالجمبري ان شاء الله الصغنن خالص اللي اصغر من ده كمان. المهم الشوربه، مش مهم الجمبري، مش لازم تاكلوا جمبري، المهم الطعم، طعم الشوربه طعم الملوخيه
ماشي، هتحبوها ان شاء الله ومش هتبطلوا تعملوها، هتعملوها باستمرار كده زيي، هتعملوها تحبوا يعني تعملوها كل اسبوع مره. ماشي، اكله جميله وموفره مع حبه رز ابيض كده، الف هنا وشفا. حبايبي بصور يا احمد، بصوا يا حبايبي الملوخيه حبيت اوريها لكم. بصوا اتخلطوها متلجه، ها. بصوا ليها شروط على فكره الملوخيه دي عشان تطلع معاكم كويسه، ما تغيبهاش كتير قوي في الفريزر، يعني مش شهور طويله. وكمان اللهم صل على النبي، ما تقعدوش تسيحوها وتفكوا تسيحوها وتفكوا زي ما كان النور بيقطع قبل كده، يعني ربنا يستر ما يقطعش تاني، عشان تطلع معاكم خضره وتطلع معاكم بالشكل ده. ماشي اهي، بصوا ولا فيها ميه ولا فيها حاجه، عشان انا خرطتها ايه وهي مجمده، اسهل بكتير من اللي هي الفريش. ماشي، حتى لو انت حابه تعمليها فريش هاتيها قبلها بيوم حطيها في الفريزر عشان تسهل عليكي التخريط مش اكتر يعني. حبيت اوريها لكم، معلش انا بتكلم بسرعه عشان مستعجله.